لا لا لا، الحلقة دي لازم تكون تاريخية. والنهاردة بطلب لايكات وبطلب اشتراكات من المغاربة الأحرار، الملوك الأبطال اللي بيفرقوا بين الصادق والكاذب، اللي بيفرقوا بين القنوات اللي بتجيب لهم الحقيقة وبين القنوات اللي بتنشر الجهل والفسق والهبل عن المغرب من أجل الريتش فقط لا غير. الباقيين مش عاوزكم، روحوا للقنوات اللي بتحبكم وانتوا بتحبوها، قنوات الخزي والعار. التصريحات اللي قالها رئيس المخابرات المغربية النهاردة لازم تتبروز كده وتتحط نعلمها للأجيال القادمة في عظمة المغرب وجمال المغرب. رئيس المخابرات الأمريكية النهاردة بيقول لك إيه؟ المغرب أنقذ أمريكا والشعب الأمريكي. لم نستطع إخماد الحرائق لمدة 4 أيام متتالية، فاستعنا بالأسطول المغربي العملاق الجوي، ونشكر الملك المغربي على استجابته لمساعدتنا. فالمغرب أطفت حرائق أمريكا في أقل من نص ساعة. إيه الجمال ده؟ أعتقد أن التصريحات دي رد قوي جدا على الكارهين وعلى الحاقدين ضد المملكة المغربية العظيمة. وبقولها دايما، أمريكا بجبروتها، بإمكانياتها، بقدرتها، بأموالها، بكل شيء فشلت في إخماد الحرائق. استعانت بالمغرب، فأفضل الطائرات في العالم في إخماد الحرائق هي مغربية. والدليل إن الطائرات دي قضت على حرائق أمريكا في أقل من نص ساعة. شفتوا العظمة، شفتوا الجمال، شفتوا الإبداع يا جماعة. الشعب الأمريكي طلع النهاردة في مشهد أسطوري انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع العلم المغربي. الأمريكان بيقولوا إحنا بعد كده أما نقضي أجازتنا هنروح المغرب، بلد عظيمة جدا وشعب عظيم جدا وملك عظيم جدا. مش هنسى كلمة قالها مواطن أمريكي النهاردة: المغرب أنقذتنا من الرجوع للخلف سنوات وسنوات. اعتبر نفسي امريكي مغربي. في احلى من كده؟ في اجمل من كده؟